ابو سرقكم تنظروا العيال يا ابو تنظركم تنظروا. معاكم بنتكم مريم ابراهيم محمد احمد، وناشد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ابونا وحبيبنا ان ينظر في امرنا، لان صدر قرار الابعاد وقرار مفاجئ، واحنا عيال هالبلد، احنا تربينا في هالبلد، درسنا عشنا. انا من عمري من اول ما انولدت لهاليوم وانا في هالبلد الطيب وهالارض الطيبه. فجاه يجينا قرار الابعاد وسحب الجنسيه، لنا قرار ان لازم تنسحب جنسيتنا ونروح نعيش في مكان احنا ما نعرف ولا شيء عنه. عيال هالديره، احنا انولدنا ابوي 40 سنه في هالديره ما عنده الا جواز واحد. حصل الجنسيه من اكثر من 40 سنه، من 1986، من ايام الراحل الشيخ عيسى الله يرحمه. 2011 ابوي كانت عليه قضيه وانحكم عليها 3 سنين. في هالوقت انا كان عمري 9 سنوات واخواتي اصغر مني، ما لنا اي ذنب ولا حتى 1% باللي ابوي سواه، ولا نعرف اصلا شنو صار. ومن ذاك الوقت هالوقت انا ما عندي اي هويه، ما عندي اي اثبات، لا اقدر اروح مستشفى، لا اقدر اتعالج، لا اقدر اكمل دراستي. انا حياتي واقفه من ذاك الوقت، لكن انا صابره ومتحمله، اقول ان بي الفرج الله. للاسف قبل 5 ايام في يوم الثلاثاء تاريخ 6/8 اصدروا قرار من شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه بسحب جنسيتنا البحرينيه، انا واسرتي بالكامل، وابعادنا نهائيا من البحرين. عندنا اسبوع واحد بس، الحين مر يومين، باقي لنا 3 ايام. كان ولا يزال املنا بالله ثم جلالتكم وعدلكم بأن يصدر من جلالتك العفو عن أسرتي الكريمة لنحظى بعيشة كريمة بعد كل هذه المعاناة. إلا أننا فوجئنا بالاتصال من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى مبنى الجوازات، ثم تم حجزنا لمدة 48 ساعة في سجن الجوازات، ومن ثم إعطاءنا مهلة 5 أيام لمغادرة البلد في تاريخ 13/8/2024. صلي لكم وابو سرقكم تنظروا العيال، ابو سرقكم تنظروا العيال يا ابو تنظركم تنظروا العيال يا ربي ساعدني يا ربي. عيالكم انا شفدي بروحي عليهم، شفدي بروحي عليكم بعد.